اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة وصفات أم خليل. اليوم غنحضر معكم فطائر الحليب في المقلاة. هي كتجي لذيذة ورائعة وأيضا سهلة في الخدمة ومقادير بسيطة. فبلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. كناخدو كأس ونصف من الحليب يكون دافئ، كنضيفو عليه ملعقة من السكر حبيبات، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكنضيفو بيضة كنخلطو، ومن بعد كنبقاو كنضيفو الدقيق يعني شوية بشوية، كنضيفو القليل من الملح. فانا هنا ضفت الدقيق يعني ضفت الكأس الاول وكنعجن شوية، وكنضيف الكأس الثاني ضفت عليه نصف ملعقة ديال البيكينغ باودر، وهذا الكأس الثالث. فكنبقى كنضيف يعني شويه بشويه وانا كنعجن. فهنا العجينه انا خدات مني 4 كؤوس من الدقيق. فمن بعد ما كنتحصلوا على العجينه تكون ملساء ورخوه بحال هذا الشكل، كنخليوها كترتاح وكتخمر. فمن بعد ما كتخمر لينا كنقطعوها الى قطع صغيره متساويه. كنشكلوها كويرات وكنخليوها كترتاح باش من بعد نبسطوها. فانا هنا بالنسبه للحشوه فانتم يعني مخيرين، تقدروا ديروا يعني الحشوه اللي درت انا وتقدروا تبدلوها تماما. فالمهم وهو طريقه عمل هذه الفطائر والمقادير ديال العجينه. فهنا غادي نخليهم يرتاحوا وندوز نخدم معكم الحشوه. انا هنا استعملت قطعه ديال صدر الدجاج اللي شحرتها مع قليل من القزبر والثومه وقليل من العطريه، كيبقاو اختياريين. هنا ضفت قليل من الجبن الاصفر، القليل من المرتديلا اللي مبشورين، وايضا القليل من الموتزاريلا باش يعطينا ديك المطه للفطائر ديالنا. ضفت واحد 2 مثلثات ديال الجبن فرماج مثلثات، وضفت القليل من القزبر وايضا رشه من الفلفل الاسود. فهنا الملح بلا ما نضيفو لانه الدجاج ايضا اصلا مملح والاجبان مملحه. فهنا كناخدو الفطيره ديالنا كنبقاو كنبسطوها بالوحده على شكل دائري. فهنا يعني خصنا نحاول ما امكن نديروا العجينه تكون رقيقه باش هكذا يجوا معنا الفطائر يعني ما يجوش معجنين، لانه الا خلينا العجينه غليظه ففيها يعني الخميره غادي يجيو لينا الفطائر ديالنا معجنين ما غاديش يكونوا مزيانين. هنا كنوضعوا الحشوه في الجانب وكنقلبوا الجانب الاخر ديال الفطيره، كنحاولوا نبلوها هكذا بالفرشيطه فمنها انها تعطينا منظر زوين، وايضا كتبل علينا العجينه باش ما تحلش لينا في وسط المقلاة فاش كنكونوا نطيبوها. وهذا هو الشكل ديالهم. فانا نستمر نخدم معكم واحده اخرى. وما تنساوش اللي مازال ما شاركش في القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش هكذا يوصلوا كل جديد، ولايك الفيديو طبعا اذا عجبكم. فهنا ضروري ما خصنا نبركو على العجينه من الاطراف باش تبلع وما تحلش معنا في المقلاة. هنا انا خديت الزيت اللي كنت استقطرت من صدر الدجاج ودهنت بها المقلاة، وغادي نبقى ندهن بها الفطائر باش هكذا كيكون عندهم بنه، يعني ديك الزيت كتكون فيها البنه ديال الدجاج وديال البهارات اللي قلنا فيهم. فهكذا كنزيدو كنسمو الفطائر ديالنا.
فهما كيطيبوا بواحد الشكل جميل جدا وساهلين، يعني ما كياخدوش معنا وقت كتير وكيكونوا واجدين. فنتمنى تجربوهم وتردوا ليا في التعاليق. فهذا هو الشكل ديال الفطائر ديالنا من بعد ما طابوا، فهما كيجيو لذاذ وبنان. نتمنى انكم تجربوهم بنفس الطريقه، ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ونالت الرضا ديالكم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه قادمه بحول الله. الى اللقاء.